السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا تليتلي حمر بالدجاج من قناة حامدي ايمان. في الكيكوطة تاعك ديري زيت ومارغرين وطراف تاع الدجاج، قليهم مليح حتى يحمروا شويه، ومن بعد لوحي لهم بصله كبيره مرحيه رقيق وثوم مهرس، قليهم ثاني مليح حتى يذبل البصل وشويه يدي اللون الذهبي. ومن بعد لوحي طماطم مصبرة، حبة طماطم كبيرة مسكرفجة، شوية هريسة، واحد المغرفة صغيرة هكذاك، ملح فلفل كحل عكري وفلفل احمر حار، كركم وراس الحانوت، عينك ميزانك طبعا، وزيديهم الحمص وخليهم يتكتكوا على نار هادية وقت طويل، واحد نص ساعة هكذاك باش يهزوا البنة تاع بعضاهم. ومن بعدها مرقي بالماء سخون، وقفلي عليها خليها تطيب، وبعد ما تطيب شعلي لها نار قوية وخليها تغلي شوية حتى تخثر شوية برك شعرة. في مقلة واحدة أخرى ديري شوية زيت ومارغرين، واحد نص مغرفة كبيرة هكذاك، ولوحي الباكي تاعك تاع تليتلي وشوية ملح به ما يتقلاش صامت، قليه حتى يحمر شوية برك، مش حاجة كبيرة متحرقيهش. ومن بعد خليه بجهة حتى نطيب المرقة. كي يطيب لك المرق ديري كيلة تاع تليتلي تكوني شفتيها شحال في كاش ماعون بثلاث كيلات نتاع مرقة، ولا خفتي تجيك بزاف نقصي من 3 كيلات هذوك. كي تغلي المرقة بعد ما ديريها في التليتلي نقصيه للنار وغطيه، وساعة على ساعة حركيه حتى يشربها وتشوفيه طاب. وقدمي تليتلي بالبيض المغلي أكيد مع الحمص. جبنين مشكورة صاحبة الوصفة، ونتلاقاو في فيديو أخرى بإذن الله.